بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة يا حبايب قلبي، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس، وتقولوا لكل حبايبكم وجيرانكم عن مطبخنا، مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. يومكم مليان بالسعادة وبرضا من عند رب العالمين. قولوا امين. يلا بينا نخش على وصفتنا ونقول وصفتنا ايه النهارده. ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل طريقه سهله وبسيطه من الغراب زي ما انتم ما شايفين كده بطريقه المعايير، والمعايير دي بقت متوفره دلوقتي يا حبايب قلبي عند كل بتوع المستلزمات المنزليه، ورخيصه مش غاليه، صراحه حلوه وجميله، وبتسهل عليك انك انت لو انت عايزه المعيار الفلاني، لان هي بتبقى مكتوبه. النهارده زي ما انتم ما شايفين معايا بياض بيضه، معايا سمنه ما تكونش سايحه عشان خاطر تبقى سهله معايا في الضرب، عندي سكر. طبعا هقول لكم بالمعايير هي ايه. يعني السكر هنقول قيمه كوبايه شاي سكر يكون مطحون ما يكونش خشن. وبالنسبه للسمنه قيمه مقدار من المج، وعندي فانيليا وعندي بيكنج باودر وعندي بياض بيضه، وعندي طبعا المعيار الكبير ده اللي هعاير بيه الدقيق. يلا بينا على طول نخش ونعمل الوصفه بتاعتنا السهله البسيطه ان شاء الله. بالسمنه بسم الله الرحمن الرحيم. السكر بسم الله. ابتدي اخلط السكر مع السمنه جامد لحد ما يدوبوا مع بعض ويعملوا لي زي فوم كده. ببياض البيضه، وهنزل بكيس الفانيليا واقلب برضو جامد زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. تاني اخلط الخليط مع بعض لحد ما يندمج ويديني زي فوم كده اهو. انزل بالمعيار الكبير من الدقيق، يعني مقدار مج كبير او كوبايه الميه اللي هي الازاز. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل بمعلقه صغيره، يعني ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره او سنه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي الم. انا مش هبس، قلنا اي بسكويتات او حلويات بنلم كده بسيط بس خالص عشان ما تعملش مننا اي عيب. حبايب قلبي لمت معانا اهي بسم الله ما شاء الله. هاجي بقى كده اقسمها بالنص اهو، احط معلقه كاكاو كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهقلب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الم كده اهو، ما بسش عشان ما تعملش مني عرق. اخدها بالراحه كده اهو. انا دلوقتي يا حبايب قلبي بعد ما زي ما انتم ما شايفين الجزء اللي انا حطيت له الكاكاو لميته برضو فيه ما بستش. زي ما قلت لكم الحلويات او البسكويتات ما بتحتاجش ان احنا نبسها. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هحط الغريبه بتاعتنا في التلاجة عشان احنا حاطين لها بيض، عشان لو دلوقتي شكلناها وجينا نسويها على طول البيض هيخليها هتفرش، مهما ان كنت مصغراها هتفرش منك. فانا دلوقتي عشان البيض يبقى ماسك فيها وما تخليش العجينه تفرش هحطها في التلاجة لقيمه نص ساعه. سيبنا عجينتنا في التلاجة نص ساعة زي ما قلت لكم. هاجي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم وامسك كده حتة صغيرة بسم الله اهو، واقوم نازلة بيها كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، لا شققت ولا فرشت عندنا. بسم الله ما شاء الله اهي في الحجم ده هو. بسم الله ما شاء الله. واحد انتوا ما شايفين بسم الله ما شاء الله. اجي بقى كده بالسوداني واقوم نازله مكان ما انا عملت الفتحه اهي. بسم الله السوداني. دلوقتي بقى برضو هنشكل اللي بالكاكاو برضو حته اهي صغيره، اقوم ماسكاها بسم الله الرحمن الرحيم برضو اهي زي ما انتم يا ولاد. الغريبه اللي بالكاكاو بسم الله ما شاء الله عليها. وادي اللي هي الساده البيضه، الله اكبر، حاجه كده صغيره كده وجميله وقطقوطه من كوبايه واحده يا ولاد. عملنا الكميه اللي انتم شايفينها دي بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بقى هندخلها الفرن وهنسويها. بس هنسويها ازاي بقى؟ هنكون مولعين الفرن، هندخلها في الفرن بعد ما الفرن ما تسخن لمدة 20 دقيقة، ما تزوديش عن 20 دقيقة. انا دلوقتي زي ما قلت لكم انا مولعة الفرن هحطها لمدة 20 دقيقة. لا ما شاء الله على الغريبة بتاعتنا اللي احنا عملناها بأقل المقادير والكميات زي ما انتم ما شايفين، بكوباية دقيق واحدة او بمعيار من الدقيق زي ما انتم ما شايفين. الله اكبر، عمل لنا الكمية اللي انتم شايفينها دي وريحتها الله اكبر عليها. وادي الغريبة بسم الله ما شاء الله. ايه اللي عملناها بالكاكاو حاجة كده الله واكبر تبارك الله. بصوا يا ولاد بسم الله ما شاء الله. بصوا دايبه دوب دايبه اهي. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر، حاجه كده جميله 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 متحمله. بصوا الله اكبر الله. بصوا دايبه دوب مش متحمله خالص زي ما انتم ما شايفين. الله اكبر على الجمال وعلى الحلاوه. عملناها بكل سهوله وبكل بساطه.
ألف صحة وألف هنا على قلوبكم، إن شاء الله يا رب دايما بيوتنا كلها مليانة بالخير وبالعمار ومستورة دايما يا رب. وما حبيبة قلبي اعملي أحلى شوية غريبة كده اهو في السريع السريع، مش هياخدوا منك أي وقت ولا تكلفة ولا مجهود. ما تنسيش اللايك، ما تنسيش الاشتراك، ما تنسيش تفعلي زر الجرس، وتقولي لكل حبايبكم وجيرانكم عن مطبخنا البسيط المتواضع، مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. يومكم ونهاركم مليان بالسعادة وبرضا من عند رب العالمين. قولوا آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.